اوكي، مساء الخير، الله حياك يستر، الله. الله مشتاق يستر لا منك. على كيف، والله المره كلش على كيف. شبكه الاعلام العراقي تحتفي باعمالها اللي اشتغلتها برمضان، شنو يعني لك هذا الاحتفال؟ رمضان كريم عليكم يا رب بصحة وعافية، وأكيد هاي خطوة مهمة لتقييم، ما يحتاج تقييم للفنانين بس هو لمنجز أعمالهم والأعمال خصوصا في رمضان، فأكيد هو هذا الاحتفاء بهم، إحنا نفرح وهم يفرحون، فأكيد مبادرة حلوة. حلو، لايق عليك الخمار والتف كلش يعني. اي، وهاي مو اول تجربه لي بهذا الخط، بخط التنظيم هاي الثانيه. دلباس لي صار لك شيء معاده؟ اعتقد الثالثه راح اروح فيها. اليوم ماكو خمار ولا حجاب، هاي اي مغيرين مو اي صحيح؟ مغيرين. شلون تشوفين اصداء النقيب على الشارع؟ احنا شفنا بالسوشيال ميديا، بس لك كتجربه كهاله. الحمد لله هي تجربه كلش حلوه، ويعني بالنسبه للاصداء مالتها احنا كنا ترند بالميديا، بس هذا مو بسبب انه يعني موضوع انه هوايه ناس عرفت انه فعلا احنا عندنا ابطال حقيقيين، فعلا روح الشهيد كانت ويانا بكل تفصيله. مساء الخير استاذ ثامر، حياك الله. ايفنت تقيمه شبكه الاعلام العراقي احتفاء بكم وباعلامكم، شنو انطباعك حول اهتمام الطبقه السياسيه بالفن، بالجانب الفني بالفنانين؟ حدث لربما الاول من نوعه، اني صح التعبير؟ يعني اول شيء نقول رمضان كريم والحمد لله والشكر. احنا اليوم كليتنا سعداء بهذا المنجز اللي قدمناه من خلال هذا الموسم، موسم 2025 اللي قدمنا به اعمال كثيره دراميه، يعني تنوعت بمواضيعها واختلفت بممثليها وبكتابها. الحمد لله والشكر، كان النجاح جميل جدا. اليوم اعتبر يعني انه طفره نوعيه للدراما العراقيه وللعراق. طبعا احنا اكيد يعني بالبدايه نحط اسم العراق قبل كل شيء، فرغم انه في الناس اللي تريد تنقد النقد المسموم وتريد ما تشوف العراق بطريقه حلوه وما تشوف الفنان العراقي بهذه الطريقه جميله وتشوف هذا الفن وتشوف هاي المهرجانات، ما شاء الله حالنا حال مصر وسوريا والبلدان العربية، وإن شاء الله إن شاء الله نطمح أن نكون العالمية بقوة الله. ليش الفنان العراقي دائما يحبطون بيه ودائما يقولوا له أنت ما معروف من تطلع للحدود ما مشهور؟ لا، إحنا نجوم ومشهورين رغم أنوف الحاقدين، عندنا نجوم عراقيين مشهورين والحمد لله، والناس تحبنا. وعلى فكرة يموتون على اللهجة مالتنا، اللهجة العراقية خصوصا الخليج العربي. محمد البصري، مساء الخير، حياك الله. لقاء يتجدد، قطار الموت، شبكة الإعلام العراقي تحتفي بأعمالها بإيفنت إن صح التعبير الأول من نوعه، شلون تصف الأجواء وانطباع هذا الأمر إيجابيا على الفنان العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية أحب أهنئ القائمين على هذا المهرجان وأحب أشكرهم. طبعا هذا الموضوع بالذات، موضوع الايفنتات، موضوع الاحتفاء بالاعمال الفنيه، هذا شيء ايجابي جدا، راح يخلينا نستمر ويعطينا دافع كلش كبير انه نقدم كل اللي عندنا حتى نشوف والناس يشوفون الاحتفالات والايفنتات هاي الجميله.